مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير امرأة كادن. هو حكاية إنسانية مشوقة عن صمود امرأة في مواجهة الظروف الاجتماعية والنفسية القاسية بعد اختفاء زوجها ومحاولتها في تربية طفليها. وتدور أحداث مسلسل سلمى حول أم شابة تنهار حياتها بعد اختفاء زوجها جلال في ظروف غامضة، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة مسؤوليات ثقيلة تجاه طفليها وضغوط الحياة اليومية. ومع عودتها إلى الحي الشعبي الذي نشأت فيه، تدخل في صراعات جديدة مع والدتها وشقيقتها ميرنا، بينما تنكشف تدريجيا أسرار مرتبطة بالماضي وغياب زوجها. يجمع مسلسل سلمى في بطولة مجموعة من الفنانين: مرام علي، نيكولا معوض، ستيفاني عطلة، طوني عيسى وعدة ممثلين آخرين. إذ حققت الحلقات الأولى من المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية. من الأفضل، النسخة العربية أم النسخة التركية؟